مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية يبرز تأثير الشيوخ والعوائل في توجيه أصوات الناخبين، خاصة في المناطق التي تسودها الروابط العشائرية. مراسلنا حمزة الزرقاني والتفاصيل. في مواسم الانتخابات لا تصنع القرارات الانتخابية دائما داخل صناديق الاقتراع، بل كثيرا ما تتشكل في المجالس العشائرية والبيوت العائلية، إذ ما زال تأثير الشيوخ وكبار العوائل حاضرا بقوة في توجيه أصوات الناخبين. ليبقى السؤال: هل يختار الفرد قناعته أم يصوت تحت تأثير محيطه الاجتماعي؟ الناخب بالعراق ما يقدر يقرر وحده، تأثر على العشيرة، يأثر على الشارع، يأثر على المنطقة، يأثر على الأحزاب، ما يقدر ينتخب اللي يريده، تأثيرات هاي على يصير. احنا كمواطنين ما نقدر نختار او نحدد الشخص الصح اللي يتولى مطالب العراق بسبب تدخل العلاقات، وبسبب ايضا تدخل العشائر وتأثيرها بالعلاقات ايضا والقيم المالية. بالنسبة لصوت الفرد والحرية الشخصية للانتخابات هي موجودة، لكن يبقى التفرد بالتصويت أو التزامه بقبيلته أو بأبناء عمومته هو هذا الواضح ومؤثر على الصوت الانتخابي. يرى باحثون في الشأن الاجتماعي والسياسي أن التأثير العشائري جزء من البنية الاجتماعية العراقية، وإنه يتراجع تدريجيا في المدن مقابل استمرار نفوذه في القرى والأرياف. ويشير مراقبون إلى أن هذا النفوذ قد يغير ملامح المنافسة الانتخابية، خصوصا حين تتحول التوصيات العشائرية إلى التزام جماعي بالتصويت لمرشح معين. العشائرية بالأرياف لا، دور العشائرية أخذ طابع أوسع، بمعنى أنه شيخ العشيرة هو الحاكم. ليش هو الحاكم؟ لأن هنا عندنا الأعراف والتقاليد والقيم تمثل دور آخر، تأخذ جانب اجتماعي، تأخذ جانب ممكن أخذ القرار، بالتالي تؤثر على الحياة الاجتماعية بالأرياف. الاختيار راح يكون بالمدينة يختلف عن تلك المناطق. المدينة هنالك تدفع الأموال أو التهديد أو الابتزاز، هذا موجود، يعني احنا ما نقدر نقول عندنا الدليل، لكن هو موجود حسب اطلاعاتنا وحسب وجودنا بالساحة. التأثير العشائري والتأثير الإعلامي والدعاية المغرضة أو المفبركة أو المدفوعة الأموال كلها ممكن تغير على الصوت الناخب. وبين قناعة الفرد وتأثير الجماعة يبقى التحدي الأكبر هو بناء وعي انتخابي ناضج يجعل من الصوت أداة للتغيير لا انعكاسا للضغوط الاجتماعية. من محافظة واسط، حمزة الزرقاني، التغيير.